بيكم حلقة جديدة واستاد العرب. اسبوع الحقيقة مليء بالمناسبات والمباريات المصيرية الكثيرة جدا. هنكون معاكم النهاردة في فقرتنا الأولى من استاد العرب بنرصدها مع بعض، وبيعلق لنا عليها ضيفنا الكريم اللي منورنا أستاذ محمد فتحي الناقد الرياضي بالحياة اللندنية. برحب بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا بكل المشاهدين. برحب بيك مرة تانية، ونبدأ سريعا مع السادة المشاهدين بأول خبر معانا النهاردة، وبيقول أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم التعاقد رسميا مع الروماني فيكتور بيتوركا المدير الفني السابق للمنتخب الروماني. ذكر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت أنه تم التعاقد مع بيتوركا لمدة عامين لغاية يونيو 2016 دون الكشف عن أي تفاصيل مالية للتعاقد. قدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة إبراهيم البلوي الشكر للمدرب المصري عمرو أنور على المجهود اللي بذله مع الفريق في الفترة الماضية، ووصفت إدارة الاتحاد عمل عمرو أنور بالاحترافي. أستاذ محمد، في البداية كده شايف إزاي التعاقد مع المدرب الروماني بيتوركا؟ طبعا فريق اتحاد جدة الملقب بالعميد فريق كبير جدا جدا، وطبعا كان تعثر في الفترة الأخيرة وابتعد عن البطولات، وكان الإدارة بتفكر في أن تستخدم خبير أجنبي. طبعا في البداية تم الإقصاء خالد القراني المدرب الوطني السعودي من الفريق، واسندت المهمة إلى رئيس قطاع الناشئين اللي هو كابتن عمرو أنور المصري. طبعا الكابتن عمرو أنور عمل طفرة كبيرة جدا جدا في ناشئي اتحاد جدة. استلم الفريق، طبعا كان مدير فني مؤقت للفريق حتى استخدام خبير أجنبي. كنت أتوقع أنا كمتابع للشأن السعودي أو الرياضة السعودية بصفة عامة، كنت أتوقع أن يأتي بمدرب له سيرة ذاتية كبيرة أو من مدرسة يعني أوروبية غير رومانيا. طبعا المدرب الروماني هو مدرب يمتاز بأنه هو مدرب بيعمل عمل جماعي، دايما بيجيب الجهاز المعاون معاه، بيبقى من يعني فريق عمل، هو بيشترط على كل نادي يروحه انه ياخد فريق المعاون له معه. المدرب له يعني الأندية السعودية دائما لا تلجأ إلى المدرب العربي، وتحديدا من شمال أفريقيا من مصر والجزائر وتونس، وبتلجأ إلى الخبير الأجنبي لأنه له عدة مميزات. من يعني حضرتك ذكرت يا أستاذ محمد كده أنه يعني عمرو أنور عمل طفرة في الفترة اللي قعدها، فليه لم يعطى له فرصة بما أنه كان نتائجه إيجابية في الوقت اللي فات، خاصة يمكن أنه فعلا يعني المدرب الروماني أو المدرسة الرومانية في عالم التدريب فقيرة فنيا، أو على الأقل ده المعروف عنها. طبعا المدرسة الرومانية، طبعا رومانيا كانت في الماضي كان لها باع كبير جدا جدا، ولا تراجعت إلى الوراء ولم تشارك في مناسبات كثيرة. بعد كأس العالم 1986 لم تشارك ولم تظهر على الساحة بقوة، وبالتالي الدوري الروماني أصلا دوري مش مصنف زي الدوري الإنجليزي أو الأسباني أو الفرنسي أو الدوري الألماني. لكن السعودية دايما أو دول الخليج دايما بتلجأ الخبير الأجنبي لأنها بتشوف فيه مميزات كبيرة جدا. واحنا شفنا على الصعيد المدربين المصريين لم يحقق مدرب مصري بطفرة كبيرة في الكرة الخليجية باستثناء كابتن طه الطوخي مع الكويت لما حصل على بطولة كأس الخليج، كانت أول بطولة ولا تاني بطولة. يعني المدربين المصريين أو المدربين العرب مع الفرق الخليج تحديدا ما بيحققوش إنجازات كبيرة جدا. واحنا شفنا كذا مدرب مصري، يعني كابتن محمد صلاح، كابتن طارق يحيى، ناس كتيرة جدا مصريين دربوا في الدوري السعودي وللأسف الشديد لم يحققوا نتائج إيجابية. عمرو أنور هي إدارة الاتحاد أكيد شايفة أنه هو مكانه في قطاع الناشئين هيدي أكتر، وهيقدر يأسس يعني فريق قوي جدا في الناشئين والاشبال. وهم في دول الخليج اتجهوا دلوقتي بيصرفوا يعني على القطاع الناشئين حتى يستطيعوا ان ياتوا بلاعبين من الخليج، لانه دول الخليج دايما اغلب الفرق، يعني الدوري السعودي فيه محترفين كتير جدا جدا، كل فريق فيه على الاقل 3-4 محترفين، فبالتالي هم عاوزين يخلوا يعني يحولوا الاستخدام الاجنبي للاعبين على مستوى عالي للاعبين سعوديين، بحيث ان هم يدربوهم تدريب جيد. فشايفينه الكابتن عمرو انور في المكان بتاعه افضل كثيرا جدا جدا من هو يقود القياده الفنيه الاولى. طبعا احنا شفنا المباريات اللي خاضها الكابتن عمرو انور مع الاتحاد مع فريق العميد، وحقق نتائج ايجابيه كثيره جدا، يعني لم يهزم، تعادل وفاز اكثر من مره. فبالتالي الاداره كانت بتفكر، يعني زي احنا عندنا في مصر هنا بطبيعه الحال في مدرب بيكون منقذ،
يعني مثلا الاهلي كابتن فتحي مبروك لما الاهلي بيحاول يدور على مدير فني اجنبي، كابتن محمد صلاح مع الزمالك، في نماذج كتيره جدا هم بيحسوا ان هو ده ابن النادي وهو ده يدي في قطاع الناشئين اكتر، فبالتالي بيستعينوا فيه في الفترات اللي بيبقى فيها مثلا اخفاقات او اقصاء او اقاله بسبب سوء النتائج. طبعا وتم اقاله المدرب الوطني السعودي بسبب سوء النتائج. حضرتك مش شايف انه كان عمرو انور يستحق فرصه اكبر من كده؟ يستحق فرصة أكبر من كده، لكن إدارة النادي شايفة إنه في قطاع الناشئين أفضل. هم يعني ما أقصاهوش، هم رجعوه لقطاع الناشئين تاني اللي يتولى الإشراف عليه، فبالتالي هم شايفينه في المكان ده أفضل. إدارة النادي وبعد كده الفرق التقيلة زي فريق الاتحاد والأهلي والنصر والفرق السعودية كلها صاحبة البطولات بتبقى زي الأهلي والزمالك عندنا هنا، يعني هي بتلعب على بطولة، ما بتلعبش عشان تنافس ولا لا، بتلعب على بطولة، يعني بتلعب على حظ البطولات، فبالتالي بتدور على مدير فني له سيرة ذاتية كبيرة وبتستخدمه. واعتقد ان هو المدرسه الرومانيه قد تنجح مع العميد، يعني انا متفائل انه ده ممكن ينجح مع العميد ويعود فريق اتحاد جده الى المقدمه مره اخرى في الدوري السعودي الذي يعد من اقوى الدوريات العربيه باذن الله. ومن الكره السعوديه للكره الاماراتيه، والخبر الثاني مشاهدينا معانا بيقول تلقى المنتخب الاماراتي لكره القدم هزيمه من ضيفه اوزبكستان برباعيه نظيفه وديا، وسجل اهداف اوزبكستان تيمور كابادزي ومهند سالم العنزي، ومدافع الامارات بالخطأ في مرمى، وسيرفر ديجاباروف وأوليموف في أتمنى أكون بقول الأسماء صح في الدقائق 30 و45 و68 و90 من زمن المباراة. جاءت المباراة الودية ضمن استعدادات الإمارات لبطولة كأس الخليج في نوفمبر المقبل وكأس آسيا في يناير المقبل بأستراليا. أستاذ محمد، في رأيك تفسيرك للهزيمة الثقيلة قوي لمنتخب الإمارات؟ دائما المباريات الودية لما هي بتبقى تجريبية فقط لا غير، المدير الفني أو الجهاز بيقف على نقاط القوة والضعف والأخطاء اللي وقع فيها وبيحاول يتلاشاها. فأعتقد أن المباريات الودية ليست هي المحك للتجارب الرسمية، لكن أنا شايف أن المنتخب الإماراتي عندما يهزم من أوزبكستان هزمت من قطر 3-0 وتعادلت 2-2 مع 0-0 مع البحرين، فأعتقد أنه فريق مش مخيف ومش فريق بالنسبة مش مصنف في آسيا أن هو يهزم الإمارات بهذه النتيجة الثقيلة. فأعتقد أنه في خلل فني. طبعا أنا شايف أن المدرب الوطني مهدي علي حقق نتائج كبيرة جدا وإيجابية جدا جدا مع الإمارات، حصل معاه على بطولة كأس الخليج، هو حامل اللقب حاليا، واعتقد ان هو يعني قدم كل اللي عنده. انا من وجهة نظري الشخصيه شايف ان هو قدم كل اللي عنده. فمنتخب الامارات يحتاج اعاده ترميم في خط الدفاع، في خط الوسط. يعني انت لو شفت المباراه حضرتك، اوزبكستان فريق فقير فنيا. صحيح. يعني اوزبكستان مش الفريق المخيف بالنسبه لاسيا، مش كوريا، مش اليابان، مش الفرق الثقيله اللي ممكن تعمل نتائج كبيره جدا على الامارات وفي الامارات. فبالتالي الامارات لابد ان يبحث الاتحاد الاماراتي لكره القدم عن مدير فني جديد. وانا شايف انه الكابتن مهدي علي خلص اللي هو كله عنده وقاد الفريق طبعا، ودي اقصى هزيمه تهزم له سواء رسميا او وديا منذ ان تولى في 2012. في 2012 تولى المهمه، حقق بطوله كاس الخليج في البحرين، فاز بالبطوله وكانت اول مره. بعد كده بدات النتائج بتاع الامارات تتراجع، رغم ان الدوري الاماراتي مستمر وان الحياه الرياضيه في الامارات مختلفه كليا وجزئيا عن الحياه الرياضيه. مثلا عندنا في مصر يعني احنا عندنا اسباب، لو اخفقنا او تراجع مستوانا عندنا الاسباب، او عندنا تقويض الحياه الرياضيه من خلال الاحداث السياسيه اللي هي موجوده. لكن انا شايف انه في الامارات العمليه كويسه جدا، والدوري الاماراتي دوري قوي. هل ينفع ان احنا نقيم يعني الكره الاماراتيه من خلال مباراه وديه زي دي امام اوزبكستان؟ لا طبعا، هي الاشكاليه مش في المباراه الوديه، الاشكاليه في ان هي اتهزمت 4-0. اتهزمت 4-0 نتيجه ثقيله جدا من فريق زي ما قلت لحضرتك في البدايه فقير فنيا، يعني مش فريق على مستوى او مصنف. قطر كسبانه اوزبكستان 3-0، وقطر يعني مش من الفرق الاسيويه الكبيره جدا اللي هي مصنفه، يعني في فرق اكبر منها زي اليابان وزي كوريا الجنوبيه وزي كوريا الشماليه وزي الصين، وفي فرق كبيره جدا هي ممكن تعمل معانا نتائج. السعوديه اعتقد ان السعوديه لو قابلت اوزبكستان في اي حاله من حالاتها برغم المستوى المتدني للمنتخب السعودي حاليا في هذا التوقيت مش هتكسبها بهذه النتيجه الثقيله. صحيح.
وما زلنا معاكم مع الساده المشاهدين مع الكره الاماراتيه، والخبر اللي معانا دلوقتي بيقول اعلن نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على التويتر التعاقد مع الارجنتيني جابرييل كالديرون لمده موسم واحد ليتولى تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاماراتي خلفا للمدرب البرازيلي جارجينو اللي انهى النادي تعاقده معاه بالتراضي امس الاثنين. في راي حضرتك استاذ محمد، شايف ازاي التعاقد مع كالديرون؟ طبعا انا شايف ان هي صفقه مهمه وحاجه جميله جدا، وكالدوريني عنده خلفيه كبيره جدا جدا بالكره العربيه بصفه عامه، وهو كان بيدرب ريال بيتش الاسباني، وهو مدرب قدير وكبير، واعتقد ان هو حافظ الكره العربيه كلها. هو درب منتخبات السعوديه وعمان والبحرين، ودرب انديه كتيره جدا، درب نادي الاتحاد السعودي العميد اللي كنا بنتكلم عنه من دقائق، ودرب نادي الهلال السعودي، فهو عنده خلفيه تامة عن الكرة العربية، ونافس في الدوريات الخليجية العربية بصفة عامة أو الخليجية. هو نافس في الدوريات الخليج في الاتحاد والهلال، وشاف المنتخبات، ولعب مع يعني قاد البحرين والسعوديه، وحقق معاهم نتائج ايجابيه كتيره جدا. فاعتقد انه هيكون له دور وهيكون له بصمه على الفريق، وممكن يحقق نتائج ايجابيه لانه الوصل على فكره في الفتره الاخيره يعني مستواه مش هو الوصل الاماراتي اللي احنا عارفينه، الفريق العريق المنافس القوي، فبالتالي سوء النتائج وسوء الاداء كمان، يعني هو مرتبط النتائج، يعني ممكن النتيجه ما تكونش مرتبطه بالاداء، الاداء جيد جدا بس ما فيش توفيق، لكن هم عندهم الاداء سيء جدا جدا، والنتائج ما كانتش على المطلوب. فاعتقد ان هو ممكن يعمل طفره ويغير. يعني شايف انه هذا المدرب الارجنتيني بهذه السيره الذاتيه اللي حضرتك ذكرتها وتاريخه مع الكره العربيه وخاصه الخليجيه ممكن ينهض بفريق الوصل؟ اكيد عنده خلفيه جامده جدا عن الكره العربيه، ومن ضمن المدربين اللي هم دربوا في اكثر من بلد عربي. درب زي ما قلت لحضرتك في السعوديه وعمان والبحرين، وقاد نادي الهلال والاتحاد جده، وحقق معهم نتائج ايجابيه كثيره جدا. فاعتقد انه هيكون اضافه كبيره للوصل الاماراتي، ويستطيع ان هو يعيد ترتيب اوراق هذا الفريق. يعني في الوقت اللي جاي هنشوف الوصل ينافس. يعني هنشوف الوصل يعود الى وضعه الطبيعي، لكن المنافسه هتبقى صعبه لانه الوصل برضو متاخر في ترتيب الدوري. باذن الله. ننتقل مع الساده المشاهدين للخبر اللي معانا بعد كده. بيقول أكد الأسباني كانيدا المدير الفني لفريق النصر أن لاعبيه يملكون من الإصرار والعزيمة ما يكفي لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي، وذلك قبل مواجهة الأهلي غد السبت ضمن الجولة السابعة لدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. وقال كانيدا اعتبر الأهلي من الفرق الكبيرة والمنافسة على بطولة الدوري، وبحسب متابعتي له فإنه خلال عام ونصف العام لم يخسر على أرضه إلا في مباراة واحدة، ويملك لاعبين مميزين سواء في العناصر المحلية أو الأجنبية، ومثل هذه المباريات تعتبر نقطة مهمة بل وحاسمة. أجي حضرتك أستاذ محمد وتقول لنا شايف إزاي مباراة النصر والأهلي فنيا؟ طبعا مباراة النصر والأهلي مباراة مهمة جدا جدا في الدوري السعودي. النصر يعني حاصل على اللقب، والنصر حاصل على الكاس ولي العهد برضه. فريق النصر فريق كبير جدا، فيه لاعبين مميزين على أعلى مستوى. فريق الأهلي جدد صفوفه، وأعتقد أنه انضمام محمد عبد الشافي لاعب النادي الزمالك للأهلي السعودي ده يعني هيكون عامل إيجابي في المرحلة القادمة. المباريات دايما النصر والاهلي بتمتاز بالنديه، وكانت اخر مباراه فاز فيها النصر 3-1، واعتقد ان النصر الاجهز فنيا والاجهز وهو الاقوى. وطبعا اللاعب البولندي ادريان ده لاعب مهم جدا جدا، وكان له تصريحات برضه حول هذا اللقاء انه اللقاء ده لقاء صعب جدا، وانه بيحترموا الفريق المنافس. وهنشوف اعتقد انه المشاهدين هيستمتعوا بوجبه كرويه دسمه من خلال النصر والهلال، لانه النصر السعودي والهلال مبارياتهم بتبقى ديربي زي الاهلي والزمالك، وزي الاسماعيلي والزمالك، وزي الاسماعيلي والاهلي. يعني هو برضو يعني من الفرق الثقيله، وفريق النصر بينافس على البطوله. حضرتك قلت انه النصر اجهز، هل شايف ان هو قادر على الحفاظ على اللقب في الموسم الحالي؟ النصر ماشي بخطوات ثابته، يعني هو فاز باللقب الموسم الماضي، والموسم ده متقدم في صداره الدوري السعودي. واعتقد ان النصر عنده لعيبه يعني على مستوى عالي جدا جدا، وتستطيع ان تحسم الفوز لصالحها. لكن كره القدم غير وارد فيها التاكيد على الفوز، وفي كرة القدم وارد فيها مفاجآت كبيرة جدا جدا. والأهلي طبعا هيلعب اللقاء برضه انه عاوز يحقق نتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز. فأعتقد أن المباراة هتبقى صعبة جدا جدا، والتكهن بنتيجتها
صعب عوقش بيصل لكاس العالم بسهوله، وصل لكاس العالم اكثر من مره، هو كان الممثل العربي الوحيد للكره العربيه في كاس العالم الماضيه، حقق نتائج ايجابيه كثيره جدا، وحقق فوز تاريخي على منتخب كوريا. احنا شفنا مباراه 4-2، والمنتخب الجزائري منتخب بصراحه مشرف الكره العربيه كلها، واتمنى ان هو يواصل هذا التالق. وفي البطولات الافريقيه ما بقاش له حظوظ كبيره، يعني المنتخب الجزائري في البطولات العربيه ملوش، البطولات الافريقيه ملوش حظوظ كبيره، لكن في كاس العالم بيبقى له حظوظ اكبر من كده. فهو شايف انه التيم الموجود حاليا في فريق الجزائر يضم كوكبه من اللاعبين، اكثر من 30 لاعب جاهز، عنده الدوري الجزائري شغال، فبالتالي يعني آلية الاختيار بتاعته كويسة ومريحة. المنتخب الجزائري إن شاء الله هيحقق نتائج إيجابية جدا في كأس الأمم الأفريقية القادمة، لأن هو الأجهز في أفريقيا كلها بإذن الله. أستاذ محمد فتحي، الناقد الرياضي بالحياة اللندنية، شكرا جزيلا ليك على التوضيح، أنت كنت ضيف عزيز جدا عليا. شكرا لك. شكرا يا فندم، شكرا وشكرا كل السادة المشاهدين. ميرسي. مشاهدينا، انتهت فقرتنا سريعا، فقرة الصحافة الرياضية مع الأسف، لكن هنكمل استاد العرب مع كابتن جمال عبد الحميد بعد الفاصل، وضيفه كابتن مجدي عبد الغني.